نبدأها بيوم الغد الخميس. إذا الأجواء ستكون مستقرة عموما على الكويت، البحرين وقطر، كذلك الإمارات العربية المتحدة وعمان ومعظم أنحاء المملكة العربية السعودية عدا أقصى جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وتحديدا بالمرتفعات قد تشهد بعض التكونات الرعدية بعد الزوال. بالنسبة ليوم الجمعة نفس السيناريو، الوضعية الجوية، لكن هذه المرة ستكون مناطق المرتفعات الشرقية بدولة عمان هي الأخرى ستكون معنية بتكونات رعدية أيضا بعد الزوال، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمرتفعات الجنوبية الغربية من السعودية. عدا ذلك يبقى الاستقرار يسيطر على أنحاء عمان وكذلك الإمارات وقطر والبحرين الكويت وباقي أجزاء المملكة العربية السعودية خلال يوم السبت. إذا استقرار يسيطر على عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت ومعظم أنحاء المملكة العربية السعودية، عدا دائما المرتفعات الجنوبية الغربية بالمملكة العربية السعودية قد تشهد بعض التكونات الرعدية المحلية، قد تعطي زخات مطرية ضعيفة من حين لآخر وتشمل مناطق دون أخرى. الآن بالنسبة لتوقعات هبات الرياح، نبدأها بيوم الغد الخميس. رياح معتدلة على كل من البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة ومعظم أجزاء الداخلية من دولة عمان عدا أقصى المناطق الجنوبية قد تشهد بعض الرياح القوية خاصة باللون الأحمر المائل إلى البنفسجي سواء على طول سواحل بحر العرب. كذلك المناطق الغربية من الكويت قد تشهد بعض الرياح القوية تقارب 50 كم في الساعة، وأقصى شمال شرق المملكة العربية السعودية. وأيضا بالنسبة للمرتفعات الغربية خاصة الوسطى وبعض المرتفعات الشمالية الغربية قد تشهد بعض الرياح القوية يوم الغد الخميس تقارب 50 كم في الساعة، ورشح لتطاير الرمال بالمناطق سالفة الذكر. يوم الجمعة كذلك المرتفعات الوسطى وكذلك الوسطى الغربية والمرتفعات الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية، وأيضا المناطق التي تقع وسط المملكة واحتمال تمتد لغاية الشمال الشرقي، وأيضا دولة الكويت قد تشهد بعض الرياح القوية يوم الجمعة، وأيضا أقصى الجنوب دولة عمان خاصة على سواحل البحر العرب رياح قوية تتراوح ما بين 50 إلى غاية 60 كم في الساعة. يبقى الجو معتدل والرياح معتدلة بالنسبة للإمارات وأيضا البحرين وقطر والكويت خلال يوم السبت. الرياح ستكون معتدلة على الكويت والبحرين وكذلك القطر والإمارات ومعظم أجزاء عمان عدا أقصى المناطق الجنوبية خاصة الوسطى وكذلك الجنوبية الغربية احتمال لرياح قوية. كذلك على المرتفعات الوسطى الغربية والمرتفعات الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية قد تشهد الأخرى بعد الرياح القوية، وهذا يوم السبت. عدا ذلك باقي أجزاء المملكة العربية السعودية تشهد رياح معتدلة. والآن نحو درجات الحرارة. إذا يوم الغد الخميس تقارب 47 درجة بكل من الكويت والجنوب الشرقي من المملكة العربية السعودية وبعض الدواخل من الإمارات وكذلك دولة عمان. كذلك تتجاوز 40 درجة بكل من البحرين وقطر ومعظم أجزاء الإمارات وعمان، وكذلك باقي أرجاء المملكة العربية السعودية تنخفض قليلا عن المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة لتتجاوز الثلاثينات بقليل خلال يوم الجمعة. إذا درجة الحرارة تبلغ دائما 47 درجة بالكويت وكذلك مناطق الجنوبية الشرقية من المملكة العربية السعودية، وأيضا مناطق الداخلية من كل من عمان والإمارات تتجاوز 40 درجة بكل من قطر والبحرين والإمارات وباقي أجزاء عمان وأيضا المملكة العربية السعودية. عدا المرتفعات الجنوبية الغربية تتجاوز الثلاثينات بقليل. بالنسبة ليوم السبت دائما 47 درجة بكل من الكويت والمرتفعات الجنوبية الشرقية من المملكة العربية السعودية، وأيضا المناطق الداخلية من الإمارات وعمان، وكذلك تتجاوز 40 بكل من قطر والبحرين والإمارات وعمان وباقي أجزاء المملكة العربية السعودية. تنخفض قليلا عن المناطق الشمالية الغربية والمرتفعات الجنوبية الغربية تتجاوز الثلاثينات بقليل. إذا إلى هنا نأتي لختام نشرة الجوية مشاهدينا الكرام. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة النشرة لتعم الفائدة. نلتقي في نشرة جوية قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه.